مسلسل مولانا بطولة تيم حسن بيحكي عن شاب الدنيا مبهدلته من كل الجهات. القصة بتبلش لما جوز أخته يكون ضاربه، بيروح لعنده على البيت حتى يحكي معه، بس النقاش بيتحول لمعايرة بموقفه السياسي، والموضوع بيكبر. جابر اللي هو شخصية تيم حسن ما بيقدر يمسك أعصابه وبيقتله. هون كل شي بيتغير، بيهرب، وبالقطار اللي هربان فيه باتجاه حدود سوريا بيتعرف على شخص اسمه سليم من أغنياء منطقة حدودية اسمها العادلية. بيقرر يشغله معه كمساعد، بس هنه بالطريق سارة اللي راكبينها بتعمل حادث. سليم بيموت هو والشوفير. جابر بينصاب إصابة خفيفة بس ما بيموت. هون بتجي الفكرة الخطيرة، بيبدل هويته مع سليم، بياخد أغراضه وبيترك الجثث وبيمشي، وبيقرر يعيش حياة سليم كان رايح لحتى يبيع أملاك جده كان أهل الضيعة معتبرينه ولي من أولياء الله الصالحين. بس لما جابر بيوصل بيكتشف قديش الناس مضحوك عليها، وإنه أي حدا بيحكي كلمتين بالدين بيصدقوه فورا. بيظبط لبسه وشكله وبيعمل حاله ما بيعرف شي بالضيعة لأنه كان عايش بكندا. بيرجع على البيت وبيلاقي بنت اسمها شهلة بتكون أخت سليم الحقيقي. من أول مواجهة بتكتشف إنه مو أخوها، وبيحكي لها الحقيقة كاملة وكيف مات أخوها. هي كانت جاية لتبيع البيت والأراضي لواحد غني اسمه الحجي، وعنده علاقات قوية مع ضباط النظام. هون شهلة وجابر بقرروا يلعبوا اللعبة الكبيرة، بيعلنوا إنهم ما عاد بدهم يبيعوا الأملاك لأنه عرفوا إنه الأرض رايحة لضابط. جابر بيلبس لبس جده وبصير يعمل حاله عنده نفس الكرامات والمكرمات تبعت جده، وأهل الضيعة شوي شوي ببلشوا يصدقوه وبيسموه مولانا، وهن أساسا بيكونوا منتظرينه كل هالوقت. مع مرور الوقت بصيروا بيقدسوه تقريبا. شهلة بتروج لفكرة إنه عنده معجزات، وهو بيبدأ يسيطر على الناس، يوجههم ويحركهم ويخليهم يسمعوا كلامه. هون بيفوت على الخط الضابط كفاح بأداء الفنان الكبير فارس الحلو. بعد 14 سنة غياب رجع بدور ما بيشبهه أبدا. طبعا الأحرار راح يعرفوا شو عم بحكي، بس حرفيا أبدع. بيعمل اتفاق مع مولانا وبيفرج عن المعتقلين اللي عنده، وبيخلي الناس ترجع تشتغل بأراضي الزيتون مقابل 40,000 دولار، يعني الكل مستفيد ظاهريا. هلأ رأيي بالمسلسل. لحد الآن المسلسل خفيف وظريف وممتع. تيم حسن أخذ الكاريكاتير لمكان تاني. فارس الحلو أبدع. منى واصف أكيد ما بدها وصف عن تمثيلها، بس لو بدنا ناخذ الفكرة بعمق أكبر، واضح جدا أنه في تشابه مع رواية تركية اسمها الطريق الوحيد، وكمان في تقاطعات مع المسلسل الإيراني السحلية. ما حدا ذكر هالشي صراحة، بس المتابع بيلقط تشابه. والفكرة الأخطر، كيف سابقا النظام قدر يخلق شخصية دينية واجتماعية ويخلي الناس تمشي وراها كالقطيع، بينما هو فعليا تابع للنظام وعم ينفذ تعليماته، سواء كان شيخ، رجل دين، أو أي شخصية كاريزماتية. هيك بنكون غطينا أول 6-7 حلقات من مولانا. إذا حبيتوا الملخص اكتبوا لنا بالتعليقات أي مسلسل بدكم نلخصه المرة الجاية. سلام. رايح جاي جامع كنيسة زبدة ستي.